اهلا بيكم يا حبايبي، وحشني كتير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض اسهل طريقه للغريبه. مقاديرها سهله جدا زي ما اتعودنا مع ماجي. المطبخ سهل وبسيط، وكل مقاديرنا اقتصاديه وسهله وفي البيت. هنعمل مع بعض النهارده الغريبه زي ما قلنا بمقادير سهله. هنا معايا كوبايه من الدقيق، كوبايه من السمنه، اسفه. وهنا نص السمنه، سكر، وكوبايتين من الدقيق نخلينهم مرتين كمان. بس مش اكتر من كده. يبقى معانا هنا معانا كوبايتين من الدقيق. اول حاجه معانا نص كوبايتين الدقيق، نصهم سمن. نص السمن، نصها سكر بودر، يكون منخول، يكون طحناه كويس ومنخول عشان يطلع معاكي النتيجة حلوة جدا. زي ما احنا قلنا السمن بيكون متجمد، يعني معايرة الكوباية سمن من نفس الكوباية اللي انت معايراها تحطيها في التلاجة علشان تبقى متجمدة معاكي. ومعانا هنا كيس فانيليا. معانا هنا كده كيس فانيليا. هحط هحط السمنة مع السكر كده مع بعض اهو. ومش هضرب بمضرب سلك ولا اي حاجة، هعمله كله بايديا اهو. السمنة بصي متجمدة على الاخر اهو. بصي متجمدة على قد ما نفركهم كده مع بعض شوية لحد ما كده. انا مرضتش اضربهم بالمضرب، احنا بنعمل حاجات كده سهلة مع بعض زي ما امهاتنا كده ربنا يديهم الصحة بيعملوا كانوا كده، وبتطلع معاهم الحاجة احلى من 100 مضرب سلك او مضرب كهرباء او عجان. يعني اللي عنده يعمل فيه او اللي كده هي مش محتاجة. هي اهي بصي لو في كتل من السمنة كده هفكها عن بعض كده عشان تطلع معايا كله ياخد نفس الضربة اللي انا في ايدي. هضرب فيها كده لحد ما تبقى زي الكريم شانتيه كده، بيضة بين صوابع اهي. هي 3 مكونات مش اكتر من كده، هتطلع معانا احلى غريبة تاكليها. هضرب فيها كده لحد ما تبيض. وهنا بعد ما ضربتها خليتها كريمة خالص كده اهو، ابيضت معايا خالص كأني عاملة كريم شانتيه. هنزل عليها هنا بالدقيق المنخول، مش هنزل كله عشان انا مش عارفة الدقيق هيكون فانا الاول هاخد شوية كده الاول وهلم بيهم. انا مش بعجن، انا يا دوبك بلم بس بيها كده العجينة، السكر كده والسمنة مع بعض. مش ب... مش مش بعجن علشان انا مش عايزاها عرق، علشان ما تبص معانا اهو. حاولي تلمي كل الخليط ده علشان كله ده من المقدار، فعشان ما ينشفش معاكي الغريبة بتاعتك. هنا خدت معايا كوبايتين الدقيق بالظبط، المقادير بالظبط اهو. انا بص بعمل ازاي، انا بلمها بايديا كده مش بعجن فيها. انا كله ان انا بلم كل المقدار بتاعي اللي في الطبق اهو كده. العجينه زي الفل معايا كده اهي. بس كده لمت معايا مش بعجن فيها، دوبك انا بلم فيها اهي. خلاص بعد ما العجينه بقت معانا الغريبه طريه جدا اهي، هسيبها تريح في التلاجة حوالي 10 دقايق اقل حاجه، علشان كل ما بتريحيها في التلاجة بتبقى معاكي افضل.
ما تشتغليش بيها على طول، علشان مش هتطلع معاكي، هتتشقق معاك وهتطلع مش كويسة. فافضل حاجة ليها ان انت تريحيها في التلاجة. هريحها شوية وشوف هنعمل ايه بعد ما ريحت الغريبة حوالي ربع ساعة في التلاجة. هشتغل بيها كده، همسكها بين ايديا حتى لو كانت مفرولة بين ايديا. انا بسيحها كده بين ايديا، هتطلع معاكي زي الفل اهو. كل ما بتقبض وكمان هنا هنعملها في صينية ألمونيو، لو في ألمونيو أفضل طبعا اهي. كل ما بتبقى صغيرة فبتبقى أفضل، زي كده عين الجمل صغنونة كده، تبقى قد القطمة كده مرة واحدة اهي. اهي انا بس عاملاها صغيرة خالص، بصي ما اتشقتش معانا وزي ما هي كده معانا الغريبة ان شاء الله ناجحة زي الفل. هخلص كل الكمية وارجع لك تاني. لما خلصت الكمية طلعت معانا كده صينيتين حلوين. ربنا بيبارك في الحاجة في البيت. هحط اي حاجة عندك مكسرات او اي ش... شوكولاتة الملونة دي او اي نوع عندك، او سادة زي ما انت تفضليه، بس شكلها بتبقى حلو لما بتبقى فيها حاجة في النص كده، بتجملها افضل، تبقى شكلها حلو. عندك بندق، عندك لوز، عين جمل، اللي انت اللي عندك حطيه اهو. انا هكمل كل الكمية بالشكل ده واوريها لكم. وهنا بعد ما خلصت كل الكمية بصي شكلها حلو ازاي، جميلة جدا اهو، شكلهم حلو. هحطها على نار، هتكون الفرن شغالة سخنة قبليها. هحطها على نار 130 140 بالكتير قوي، ومش هتاخد معاكي يعني 10 دقايق بالكتير، 12 دقيقة بالكتير، يعني هي 10 دقايق حلوة قوي عليها. اختبري واحدة كده، بس هي ما بتاخدش لون من فوق، هي بتبقى زي ما هي كده، بيضة زي ما هي، ما بتاخدش اي لون. وتشغل عليها الفرن من تحت بس، ما تشغليش فوق وتحت، من تحت بس، وهتطلع معاكي زي الفل. هنشوف هنعمل ايه. هحطها في الفرن وهطلعها لكم واوريها لكم عامله ازاي. بص بعد ما طلعت من الفرن كده الغريبه اهي، طلعت من الفرن ولا فرشت معانا ولا اللون اتغير ولا اتشققت معانا ولا اي حاجه، نفس اللي حطيناهم نفس اللون نفس اللي كل حاجه اهي. بص دي انا طلعتها كمان، بس عامله ازاي اهي، استخسر والله. بصي اهو، بصي مش عايزه افركها بصراحه. بصي مفيش احلى من كده واسهل من كده، بمقادير سهله وبسيطه تقدري تعمليها في البيت وكل الناس بتحبها. القريبه ما يحلاش بيها الا بالعيد. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبشكركم كتير على تعليقاتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم. اتمنى اللي ما اشتركش يشترك. بشكركم كتير على كلامكم الحلو، واتمنى تكون الغريبة عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا له رأيكم ايه في التعليقات. شكرا كتير. انا مرضتش احطها في اي مكان في الطبق او اي حاجه، انا حبيت اوريها لك بالصينيه زي ما هي، اوريك ان هي ما فرشتش معايا ولا، واللون نفس اللون والشكل من تحت زي ما هو اهو، يدوبك واخده لون بسيط جدا اهو. وما دهنتش الصينيه، ما دهنتهاش اي حاجه، هي السمن اللي فيها هو اللي هي مش هتلزق. فما تدهنيش الصينيه ولا تحط ورقة زبدة ولا اي حاجة، هي كده ممتازة جدا. وشكلها بصي حلو ازاي اهو، هي ودي بصي عاملين ازاي اهو. بصي اللون تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال اهو، حطيتهم لكم في طبق. بصوا من كوبايتين دقيق عملوا لنا اكتر من نص كيلو من الغريبة. شوف لو جبتيهم من بره هيكلفوك كام، وهنا دي مكلفتناش اي حاجة. بصي الشكل والجمال
اهو، ولا واحدة مشققة ولا واحدة مكسرة ولا اي حاجة، حلوين جدا. بشكركم كتير.